السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أليكس غاريدو بعد ظهوره الأول، حيث قال إنه أسعد يوم في حياته. لاعب خط وسط البالغ من العمر 19 عاما كان متحمسا بعد التحقيق لحلمه بالظهور لأول مرة يوم السبت مع فريق برشلونة ضد إلتشي في ملعب مارتينيز فاليرو. وفي الدقيقة 84 أحضره تشافي إلى الملعب واستبدل آنسو فاتي، وهي لحظة لن ينساها الكاتالوني أبدا، وحيث اعترف أليكس غاريدو أمام كاميرات تلفزيون برشلونة بأنه أسعد يوم في حياته. لقد كان في النادي طوال حياته، وأنه ممتن للمدرب ولكل من ساعده، وأنه سعيد جدا. وعلق مازحا على الأوامر التي قدم له الفني، حيث أخبره تشافي أنه إذا خسر الكرة فلن يلعب مرة أخرى. وكما علق أليكس غاريدو أنه سعيد جدا ويشكر تشافي وكل من ساعده في الوصول إلى هناك، وهو الذي فاز بالجائزة الكبرى بعد تجاوزه لإصابة طويلة. لقد أصيب لثلاثة أشهر، واتصلوا به يوم الاثنين للتدريب كاليوم الثلاثاء. حدث ذلك لكنه لم يصدق ذلك. وأشار أليكس غاريدو حيث كانت النتيجة مواتية للغاية، واعتقد أنه إذا كانت هناك لحظة فستكون الآن، وأنه يشكر والده وإخوته والأسرة كلها وكل من ساعده. وغاريدو انضم إلى لاماسيا في أليكس في عمر 8 سنوات فقط، وتمكن من اجتياح جميع فئات الدنيا حتى الوصول إلى الفريق الأول.